اخيرا تحضير شنطة الولادة. الفيديو ده كنت مسجلاه بقالي كام شهر ولسه واخده بالي ان انا ما لحقتش يعني ان انا انزله لكم لاني كنت تعبانه قوي وقتها. فاول ما افتكرت بقى كده قلت لا اعمل لكم مونتاج بقى. بص انا كنت كاتبه ورقه كده وكاتبه فيها الحاجات اللي انا هاخدها معايا في المستشفى. جبت شنطة سفر وهنحط اول حاجة فوطة كبيرة للبيبي او ممكن بشكير زي ما انتي عايزة. بس انا حبيت ان البشكير بتاع البيبي ده يبقى ايه يعني للبيت يعني، لكن المستشفى فوطة عادية كبيرة. ده طقم البيبي. هفتحه لكم كده. هو بيبقى زي انا طبعا والدة في الصيف يا جماعة مش في الشتاء، كنت والدة في شهر 7 في عز الصيف. كنت جايبة طقم كده خفيف بكم ومعاه الكوبرتة بتاعته واتنين جوانتي وطاقية. طبعا في المستشفى لازم تبقي جايبة طقمين، لان انتي غالبا هتبيتي اول يوم في المستشفى، في تاني يوم هيبقوا عايزين يغيروا للبيبي، ممكن كمان البيبي يسرب، يعني حاجات كتير. لان انتي بتبقي مشغولة مع الناس والضيوف وكده، فممكن تنسي يعني ان انتي حد يغير للبيبي وكده فممكن يسرب. فلازم يبقى معاكي طقمين. تمام. دي زي شاية كده. اهم حاجة بنات اللبس كله يبقى شايات، لان البيبي وهو يعني مولود ما بيقدرش ان بتبقى راسه مبططة شوية، فما ينفعش معاه اللي هي الياقات الضيقة دي. لازم تبقي السلابيت نفسه شاي، يعني شاية دي اللي هي بكباسين كده، مش الياقة الضيقة المدورة دي. تمام. هنحط بقى كده الطقم بتاعنا. ده اول طقم هنكونه. زي ما بقولكوا لازم طقمين. ودي الطاقية بتاعة الطقم. وطبعا السلوبيت بيبقى مقفول رجليه من تحت. ودول الاتنين جوانتي. لازم تبقي محضرة كل حاجة، لان في المستشفى هتلاقي الممرضة هتيجي للأوضة، انتي هتكوني اصلا مش مركزة وهتكوني لسه في العمليات او كده، ييجوا يقولوا يا جماعة او لسه تحت يعني تأثير المخدر، يا جماعة عايزين لبس البيبي عشان خاطر نديله دش كده ونغير له كده. فطبعا انتي لازم تبقي محضرة كل حاجة، واللي هيبقى معاكي في المستشفى تقولي له اديلهم الكيس ده. انا هنا حطيت 2 بامبرز، بستخدم مولفكس اللي هو مقاس 1. تمام. هحطه برضو مع بعضيه واقفل كده عليهم، ويبقى كده ده اول طقم معانا. تاني طقم بقى جبت سلويت. بصوا بقى انا هنا بقى ما كنتش جايبه طقم تاني بصراحه للمستشفى، هو طقم واحد بس اللي انا جايباه. فجبت اي سلوبيت كده مقفول رجليه، وجبت شاية برضو. قلت يعني هكون طقم كده. تمام. وكنت جايبة برضو طاقية و لوحدها بتتباع لوحدها، وجوانتي اهو. ادي الطاقية اهي هحطها معاهم، وهحط ده طقم كده جوانتي بيتباع لوحده. بس كده كونا طقم تاني. مش لازم بقى يعني تجيبي طقمين للمستشفى، هو كفاية طقم واحد، ونفس الكوبرتة تقريبا يعني هي استخدمتها. تمام. وببقى كاتبة يا بنات ان انا واخدة معايا ايه، لان برضو ممكن حاجات تضيع في المستشفى. وما تنسوش كمان ان انتي في شنطة تانية هتبقي عاملاها. برضو هنعملها مع بعض ان شاء الله. واللي هي شنطة وانتي رايحة لمامتك مثلا لو هتباتي عند مامتك. انا هنا حطيت البافيتا، وحطيت برضو بامبرز. هنا كنت بقول لكم ان انا حطيت الطقم الاولاني مع الفوطة مع الزيت والحلق في كيس، لان هو ده الطقم الاساسي، ده اللي هيدوه للممرضة اول يوم.
الطقم التاني حطيته في كيس هو كمان، بحيث ان برضو لو حد معاكي في المستشفى يبقى عارف ان الاولاني الفوشيا والتاني الطقم اللي هو الاكوا. ده اللي لونه ازرق ده اللي هو سات الرضاعة، خدته معايا برضو في المستشفى. في حاجات للاسف ملحقتش اصورها لكم، يعني كنت بقى بقولكوا تعبانة جدا في الوقت ده، يعني شوفوا الفيديو اتأخر قد ايه. هنا بقى كنت بقولكوا ان انا هاخد شوية ممبرز كده زيادة، خليهم معايا طبعا في الشنطة. هجيب كيس كده واحطهم بقى فيه، احطهم بقى في الكيس. جبت بقى فوطة صغيرة كده برضو للبيبي، عشان خاطر لو عايزين برضو يعني يشطفوها كده ولا حاجة في المستشفى. ده اللي هو الزيت والحلق. الحلق يا بنات يبقى ماركة كافلون، جميل جميل، يعني بقالي 7 شهور اهو، ما شاء الله حلو جدا، احسن من الدهب والحاجات دي، لان طفل صغير لسه، ما يعني اوعي تدي المستشفى حلق دهب يعني، لا طبعا. كمان يعني المستشفيات على حسب، يعني انا مثلا كنت واخده لهم اللي هو الزيت ده، بس عايزه اقول لكم ان هو مرجعش فيعني الافضل ان انتي ما تديلهمش يعني شامبو وبلسم ولوشن والكلام ده كله، لان غالبا مش هيرجعوا. هو انا الزيت مرجعش، بس هما ادوني هدايا بقى، يعني ادوني علبة صغيرة كده بيبي جوي، وادوني شامبو جونسون، واخترت كمان الفرشة والمقص وشفاط الانف، دي اهم حاجات، وادويه طبعا من طقم البيبي كله، خلي العنايه بالكم انتوا الشخصيه بيبقى فيه يعني. باكج كده دول اللي انا بتبقوا حطيتهم معايا، بس عاملينه ما يعني حطيتهمش دافعينه خلي اصلا بالكم مع الكيس اللي فيه للادويه. السلوبات وكده، عشان خاطر يعني كيس السلوبات الفوشة ده هو ده اللي هيروح للممرضه. زي ما بقولكوا في حاجات بتروح ومش بترجع، مهما كانت المستشفى كويسه، مهما كانت ادولكوا هدايا وحاجات وكده. يعني ان شاء الله اعمل لكم ريفيو عن المستشفى باذن الله، محضره لكم برضو فيديو هناك. تابعوني كده، في فيديوهات حلوة كتير الفترة الجاية هتنزل. هنا بقى كنت بحضر شنطتي انا لمامتي بقى، احنا كده خلصنا خلاص شنطة البيبي بتاعة المستشفى. يعني شنطتي بقى كده وانا رايحة لمامتي. جبت كده المنظم للشنط ده، وحطيت سلوبيتات كده اللي هي الفانيلات، يعني اللي هي الكم من 0 ل3، وبنطلون كده من 0 ل3. بس عايزة اقولكوا يعني ما عجبتنيش خالص اللي هي الفانيلات بتاع جونيور للاسف. يعني ان شاء الله برضه اعمل لكم فيديو عن الحاجات اللي ما تشتريهاش للبيبي يعني. حطيت بنطلون كمان برضه من 0 ل3، وفي عندي باكت الشرابات ده تحفة يا بنات، حلو جدا في الفترة الاولى، واستيكه جميل وبيمسك في رجل البيبي. انا يعني عايزة اقول لكم ان يعني استخدام فعلا من 0 ل6 شهور، يعني هتقعدي 6 شهور تستخدمي الشرابات دي. في شرابات تانية جبتها بتبقى استيكها واسع شوية، فكل شوية بتقع من البيبي، لكن دي بصراحة تحفة جميلة. تمام، وباكت كده فيه 3. وجبت برضو دي يعني فانيلات بقى على شيات وكده. انتي طبعا هتقعدي فترة عند مامتك، فالافضل ان انتي تاخدي كذا حاجة. وهنا برضو كنت واخدة بنطلون كمان، بس البنطلون الموف ده كان من 3 ل6، فانا يعني كنت لسه مش عارفة البيبي هيطلع حجمه كبير حجمه صغير. فيعني ناس كتير قالت لي هاتي حاجات من 3 ل6 برضو معاكي، وبحاجات من 0 ل3. بس طبعا بيبي كان صغنن خالص للأسف، يعني الحمد لله عدت على خير. هاخد بقى شوية سلوبيتات كده زي ما انتم شايفين، كل دي كده مجموعة سلوبيتات كانت معظمها على فكرة من الصياد. احطهم برضو معايا، وكنت واخدة بيجامة برضو اللي هي اللي فيها الوان كتير دي آه وبرضو علبة شيكو اللي هي فيها الأدوات الشخصية. وزي ما انتم شايفين كده على الجنب في حاجات سانوسان، اللي هو الشاور جيل، آه واخدت فوطة برضو صغيرة عشان احنا نديها شاور وكده. واللوشن والحاجات دي كلها برضو خدتها في شنطتي اللي رايحة لمامتي.
هنا بقى كنت بوريكم شنطة اللي هي شنطة كده لوحدها، حاطة فيها مفرش الغيار واكياس للبامبرز كده المستعمل والبامبرز، ومن تحت الشاور بقى والحاجات بتاعت سانوسين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تابعوني ان شاء الله في فيديوهات كتير. وللاسف يعني كان في حاجات كتير حطيتها في الشنطة، بس يعني ملحقتش اصورها وكده، كنت تعبانة قوي وقتها يعني.